بيت كوفيتش يكشف عن السبب وراء الخسارة في السويد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. تحسر فلاديمير بيتكوفيتش على الخسارة التي من بها المنتخب الوطني في سفريته إلى السويد مساء الثلاثاء، مؤكدا بأن الأخطاء التي ارتكبها الخضر كانت السبب الرئيسي وراء الخسارة أكثر من قوة المنتخب المنافس. وعلق مدرب الخضر خلال الندوة الصحفية التي نشرتها بعد نهاية المواجهة: لم تكن مجرد مباراة ودية، لا يمكن أن أكون سعيدا لأننا خسرنا. سأكون سعيدا في حال تعلمنا من هذه المباراة التي فيها الكثير من الأحداث لأجل التعلم منها. ليقول بعد ذلك حول الأسباب وراء الخسارة: كنا جيدين في أول ربع ساعة ولم نستغل ذلك. السويديون لعبوا بشكل ممتاز، ولكننا المسؤولون عن الهزيمة، ولم نلعب كفريق بما فيه الكفاية بعد الهدف الأول. ما لم يعجبني هو تمكن المنافس من فرض أسلوبه بسببنا. وأضاف في نفس السياق: سيطرنا في أول ربع ساعة، ثم بدأنا في ارتكاب الأخطاء الفردية ودفعنا ذلك غاليا. كانت لدينا صعوبات في المواجهات 1 ضد 1 عندما تواجدت المساحات. شاركوني رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.